كل سنة وكلنا طيبين بانتصارات أكتوبر، متشرفين بمعالي الوزير وعز بيه الأخ والصديق العزيز. كل تحية لحضراتكم. احنا عاملين مؤسسة جديدة بنشتغل مع البلد بس في الجبهة الداخلية. الجنود بتاعنا بتشتغلوا في الجبهة الخارجية، احنا بنشتغل في الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية احنا عندنا في الفترة اللي فاتت شفنا بالفن بتاع مصر ابتدى يهبط عن طريق الاغاني، عن طريق التيك توك، عن طريق الحاجات الموسيقى اللي ابتدت تخلي الفن بتاعنا هابط. نحن ومجموعه اصدقاء محترمين محبين جدا للتراث الفني عملنا مؤسسه سميناها مؤسسه نجوم العرب، تشمل كل النطاق المصري وكل فنانينا الحلوين، عبد الحليم، فريد الأطرش، ام كلثوم. عايزين نرجع المجد بتاعنا ده بطريقه حتى حديثه. لو هنعلم ولادنا يغنوا بطريقه حديثه، لو هنعلم ولادنا يدونا فن راقي فعلا زي اللي كنا بنسمعه، هو دي الجبهه الداخليه اللي احنا بنحارب فيها. زي ما الدوله بتحارب بره الارهاب، احنا برضه بنحارب الفن الهابط، بنحارب الموسيقى الهابطه، بنحارب عدم الرقي اللي مصر بتشتغل بيه الايام دي. احنا بنشوف كل مواقع الفيسبوك والتيك توك بتقدم لنا منتج بيسيء لتربيه ولادنا جوانا. بنشوف اولادنا جوانا بيتعلموا حاجات مش تربيتنا، بنشوف حاجات غريبه جديده عندنا بتدخل بيوتنا عن طريق التيك توك وعن طريق كل السوشيال ميديا. احنا من جوانا من جوه المؤسسه ابتدينا نشتغل في الخطوه دي، ابتدينا نعمل مؤسسه وان شاء الله كده على قريب يبقى عندنا الاشهار بتاعها، يبقى مشغولين رسمي. فاحنا من جوانا الهدف ان احنا مساعده الدوله بس عن طريق الفن. في ناس بتحارب الدوله عن طريق الصرف الفن، احنا بنحارب مع الدوله في الجبهه بتاع الدوله ان احنا نعلى بالفن. السعوديه الايام اللي فاتت انشات مدينه انتاج اعلامي موازيه بالظبط زي الانتاج الاعلامي المصري، تتقدم السعوديه بنحيي السعوديه. ولازم نحيي بلدنا اكتر، لازم نطور في بلدنا اكتر. الناس بيتثقفوا وبيتغيروا وبيبعتوا لنا المنتجات السيئه اللي بتخلينا نهبط. احنا عايزين نعلى، فمن هنا ابتدينا نفكر بطريقه حديثه شويه ان احنا نعلى بالفن، وعن طريق نجيب فنانين، وعن طريق نجيب ناس ومؤتمرات وحفلات تبتدي تطور في الفن، والمتابعه برضه بتطور في الفن. فابتدينا نستحدث نشوف اصوات جديده، نشوف حاجات جديده. نبتدي عندنا 5 الوانات من الطرب، نشوف طرب نوبي عندنا، نشوف طرب سيناوي عشان سينا ما بتبعدش بعيد عننا، نشوف سيناويه برضه يغنوا معانا، نشوف طرب اسكندراني، نشوف طرب فلاحي، نشوف طرب صعيدي، طرب قاهري. فالمجموعه عندنا في الطرب بنختار كل انواع الطرب على اساس ان احنا نقدم منتج حديث كويس. فهو ده اللي احنا مبتدئين نشتغل فيه، وان شاء الله ربنا وعز بيه ومعالي الوزير يبقى معانا باذن الله بعد ربنا ان شاء الله. عايز اقول تجربه صغيره انا بشوفها. كنت بشتغل في حاجه اسمها علاج مدمنين تبع نبات القوات المسلحه، وكانت عاملاها دكتوره اسمها عناية السنان، كل التحيه ليها، هي مش موجوده معانا. كون الموضوع نجح جدا، بس كان في حاجه فاشله جدا هي في الاخر، وده يخلينا لازم ناخد نقطه من دي بالذات الجمعيات. احنا كنا بناخد المدمن ونعالجه عن نبات القوات المسلحه، وكان بيكلف كتير جدا، وبصراحه كان في القوات المسلحه ما بيسيبناش. بس كنا بعد ما بنطلع المدمن ونخليه بره ويبتدي يبقى كويس معبر، هيشتغل ايه؟ محدش بيقدر يشغل مدمن، كله بيخاف من المدمن. في الفتره هو المدمن بيتعالج مفيش حد بيقف جنبه يصرف على اهله. طب مين اللي يصرف على اهله؟ فالحاجات دي كنا محتاجينها تكمل برضه للاخر. فعشان كده معظم مشاريعنا اللي ما فيهاش متابعه للاخر بتفشل. كل تحيه لحضراتكم واسف على الاطاله.